السلام عليكم، مرحبا بكم في وصفة جديدة مع أم فارس. اليوم نحضروا مع بعض لي بتي فوغ، يجوا هشاش وخفاف وكامل نحبوهم. نقدروا نحضروهم بالباتور ولا اللي عندها البيتخان بالبيتخان بالعجانة. بسم الله. في غيسيبيون حطيت 250 غرام مارغارين طرية، نزيد لها كاس معمر مليح سكر غلاس، سكر ناعم، نجوزو على الصفاية. نضربهم مع بعض بالسرعة القصوى حتى نتحصل على خليط كريمي. شوفوا معايا الخليط كريمي، سكر ناعم مع المارغرين طرية. نكمل نخلي العجان يمشي، نقص له السرعة ولا البيتخان، ونحط المكونات الأخرى. نحط حبة بيض مع صفار حبة بيض، ونكمل الخفق. كل ما نحط مكون نقص السرعة، ومن بعد نزيد لها. نحط 4 كاس زيت 50 مليلتر، ما يعادل 9 مغارف كبار، وراني نخفق ما نحبش. من بعد نزيد لافاني. المكون الآخر هو بيكربونات الصودا، مغرفة صغيرة تاع القهوة بيكربونات الصودا ولا خميرة كيميائية، لكن من الأحسن في هذه الوصفة بيكربونات الصودا إذا كانت متوفرة. نخفق كل شيء مع بعض. من بعد نحبس الخفق. شوفوا القوام، قوام كريمي. دوك نجوز الفارينة، نزيد الفارينة بالكاس ونجوزها على الصفاية. حتى ولا كنت مغربلتها مقبل نزيد نهويها ونجوزها على الصفاية. نحط 2 كيسان دفعة واحدة. الوزن الإجمالي للفارينة 400 غرام. نحط 2 كيسان هما الأولين، ومن بعد نزيد الكاس الثالث، وثلث كيسان معناتها 375 غرام. معناتها هنا مازال يخصنا 2 مغارف كبار تاع فارينة. نبدا نلم في العجينة بلا سباتول. من بعد نكمل 400 غرام ب2 مغارف كبار تاع فارينة. هنا أنا كملت الوزن تاع الفارينة اللي لازم يكون في هذه الوصفة، 400 غرام. نكمل نلم العجينة، نتحصل على عجينة خفيفة بزاف في القوام تاعها، عجينة لي بتي فوغ. نفرش نخدم بلادوي رقم 9. فلي بتي فوغ نخدموهم بلادوي رقم 9. نعمر لا بوشادوي ونكون نعمرها بالعجينة، ونكون فرشت ورق الطهي في السنيوة، وباش ما يتحرك ليش كي نكون شكل في لي بتي فوغ لصقوا بالعجينة بهذه الطريقة، هكا يشد لي في السنيوة وما يتحركش. مع الأول نشكل لي بتي فوغ كوكياج بهذه الطريقة، والعجينة نحط بشوية ونبدأ نخدم بهذه الطريقة. نتحصل على لي كوكياج الصدفات بهذه الطريقة. نطلع ونعاود نحبط لادوي نابوشادوي، وتاني نشكل لي بتي فوغ هذوك الطوال سيجار بهذا الشكل. من بعد نجيب شوية ماء ونشمخ صبعتية ونسقم هادوك اللي عندهم الشكل تاع صدفة كوكياج، باش كي يطيبوا تخرج لي الحبة الشكل تاعها شباب. كامل نجوز عليهم كل مرة
ندخل 7 أيام في الماء. فيما يخص الطهي، فرن ساخن على 170 درجة، نطيبهم من تحت ونحمرهم من الفوق. كي تبرد الحلوى نلصقها بلا كونفيتور ولا بلا جولي، بلا كونفيتور تاع المشماش ولا لا جولي. رابط وصفة لا كونفيتور تاع المشماش نحطو لكم في صندوق الوصف، حضرناه من قبل مع بعض. نلصق قاع الحبات ونخلي المربى ينشف. من بعد نوجد الكلاصاج شوكولا. البتي فور معروف بأنه يزين بالشوكولا. ندوب 200 غرام شوكولا على حمام مائي، ونزيد لها 2 مغارف كبار زيت، ونبدأ نزين في حبات تاع لي بتي فور. زينوهم كما تحبوا. نديروا الأطراف، نديروا شوكولا على الأطراف تاع الكوكياج، نديروها في جهة واحدة، والسيجار نحبوا نديرو من الجهتين هكا نعطولو شكل شباب. والسيجار نديرولو يا من الجهتين يا نحطو عليه خطوط تاع شوكولا، والشكل تاني يجي شباب بزاف. نكمل كامل الحبات ونشوفوا لي بتي فور في صحن التقديم. الوصفة ناجحة 100%، جربوها. يخرج خفيف بزاف، يدوب في الفم وطري. بتي فور في الدار، طريقة هايلة، إن شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش باللايك والبارتاج. مع السلامة.